وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من اصطنع إلى أخيه معروفا وامتن به أحبط الله عمله، ينسف عمله كأنه لم يفعل شيء. وعنه صلى الله عليه وآله: من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله صدقته. لذلك على الإنسان أن يتجنب هذه الآفة، والأفضل للإنسان أن لا يتحدث عما فعل للآخرين. بعض الناس بمجرد أن يقعد يفتح الإذاعة مالته، نشرة أخبار، سويت كذا وعملت كذا وجاني فلان وسويت له كذا وجاني فلان وفعلت له كذا. هذا في الواقع ينسف المعروف الذي عمله. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أحيوا المعروف بإماتته فإن المنة تهدم الصنيعة. أصلا لا تذكر عمل الخير اللي تسويه للآخرين، لا تذكره، وبالعكس إذا أحد سوى لك عمل خير أنت اذكره، لا تذكر اللي سويته للناس، اذكر اللي الناس سوى لك. يقول عليه السلام: إذا صنع إليك معروف فاذكره، وإذا صنعت معروفا فانسه. معروف اللي تسويه انساه. بعض الناس تصيبهم هذه الآفة، وفي بعض الأحيان عادة أو استرسال ما منتبه، لكن على الإنسان أن ينتبه لنفسه. ومن أسوأ ألوان المن على القريبين. بعض الناس يصل به اللؤم إلى أن يكون منانا على زوجته، منانا على أولاده، يعيرهم بما يفعله ويصنعه لهم. هذا لؤم. أولا هؤلاء واجب النفقة عليك، أنت حينما تنفق عليهم إنما تؤدي واجبا عليك. ثانيا أنت لا تعطيهم من عندك ذاتا، إنما مما آتاك الله. وثالثا حينما تمن عليهم وهم يعيشون معك تجرح مشاعرهم، لكنهم مضطرون لتقبل ذلك. البعيد إذا شافك تمن عليه يتبعد عنك، بس زوجتك ماذا تعمل؟ أولادك ماذا يعملون؟ لذلك على الإنسان في علاقاته العائلية الأسرية أن يبتعد عن أسلوب المن. الزوجة لا ينبغي أن تمن على زوجها بما فعلت وما عملت، والزوج لا ينبغي أن يمن على زوجته. خدمة الزوجة لزوجها فيه ثواب، فيه آجر، فيه فضل عظيم. جهاد المرأة حسن التبعل، ولكنها إذا منت على زوجها نسفت هذا الثواب والآجر الذي استحقته بفعل الخير وبعملها الطيب مع زوجها ومع أسرتها. وكذلك بالنسبة للأولاد، فالإنسان داخل أسرته ينبغي أن يتجنب المن